أعزائنا المشاهدين، النهارده مع نجم من نجوم المنصورة، نجم تألق واشتغل على نفسه. وصل شغله للعالم وللبر العربي في كل مكان. عرفنا بحضرتك وقول لنا السيرة الذاتية لحضرتك، وازاي فعلا ان انت قدرت تثبت جدارة في عالم الشعر والأدب في المنصورة. بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مجدي عز الدين علي خليل. كنت مدرس رياضيات ودلوقتي على المعاش. لو قلت أنا الطفل مجدي عز الدين علي خليل، من صغري كنت هادي جدا يعني كانت منبسطة مني واحدة، يعني جارة لأمي كانت تسيبني عندها وتروح السوق، أنا أقعد آخد بزازتي أشرب هادي. بعد 5 سنين كنت شقي جدا. دخلت المدرسة في سنة 4 و5، كنت فشار وما بعرفش أكتب اسمي. سبحان الله. فشار ما بعرفش أكتب اسمي، بس أقعد أحكي حكايات، وحتى العيال لو فاتهم فيلم ولا حاجة ألفوا أنا من دماغي وأقولوا إن أنا دخلت. أي نعم. فكنت حكاية. الفترة دي فعلا كانت بداياتي، وبدأت بقى تزرع وتثمر عن أنني أصبحت كاتب مسرحي، بعد تحدي طبعا من أبويا لمديرة المدرسة دي ولا نظرة المدرسة إن أنت تاخده وتشغله في ورشة ولا حاجة، ده مش نافع. فأنت حسيت ساعتها إن أنت تقدر تصنع المستحيل وتغير الهيكل اللي أنت كنت فيه. تدخل أبويا هو اللي علمني المستحيل. هو الهبوط دي. تدخل أبويا وتحديه لنظرة المدرسة هو اللي علمني المستحيل. وأنت كنت ساعتها مدرك وواعي إن فعلا باباك عايز يشوفك في صورة تانية. شفت التحدي في وشه وفي طريقته وفي أسلوبه وفي نبرة صوته. التحدي اللي باسمي بقى دخل فيها. وده اللحظة اللي بيناتك بناء بقى. هنا صناعة مصير. هنا صناعة مصير. وفعلا بدأت الكتابة، وبعد ما بدأت الكتابة عشان يبقى ملخص سريع، خدت كاس جمهورية. هذا مسند، مش كلام أي كلام، يعني موجود في وزارة التعليم، كاس على مستوى الجمهورية في المسرح. طب رحت لمديرة المدرسة بقى أبويا بقى طبعا رجع لها طبعا. وهو كله فخر، وأنا نجحت في الستة ابتدائي وهاخد إنجليزي. داخل على أولى إعدادي بقى وهتاخد إنجليزي. ما هو ممكن يكون كنت ضعيف أو واخد فرنساوي. فكان فانت دخلت اللي بياخد انجليزي ده دليل على انه مجموعه كويس. لا انا مش هقول متفوق، بس مجموعه كويس. تمام. ادى بيه انه يخش ياخد انجليزي يعني. فهي دي يعني نقطه تغير في المصير، الانطلاقه ليك، البدايه او الثمره الاولانيه. فبعد كده يعني كنت القرايه دي كانت في دمي، لدرجه ان انا في مره ابويا قال ابن الكلب يا رب ما يطلعش من الاوضه ديت، انا هطلب له فلوس النجده. يعني ال 24 ساعه. كنت في اجازه صيف للمدرسه. وكان في كتاب للعقاد اسمه كتاب الله، فقرات السطرين الاولين من صفحتيه، ما فهمتش حاجه. مش معقوله. طب ما مش فاهم. فقريته كذا مره وانا مش فاهم خالص، بس حسيت ان انا لابد ان اعود الى دراسه الفلسفه والمنطق وعلم النفس حتى افهم هذا الكتاب، وقد كان. يعني دول الشراره او الثمره اللي دفعتك للامام. هي دي بقى صناعه الشخصيه عندي. صناعه الشخصيه عندي وصناعه المصير. القرايه بقى كنت طبعا لما قريت الحاجات دي ودرستها ودخلت على كتاب العقاد، كانت كل كلمه فيه كلمه بكشك، كنت فارقه بكشك. بدأت تركيزك بقى طبعا. لا ده طبعا الراجل ده حاجه تانية خالص. لغايه ما خدت طبعا بدات اكتب مسرح، خدت كاس جمهوريه على مستوى عالي جدا يعني الحمد لله. كانت لجنه التحكيم كانت منحه البطراوي، ودي صحفيه كبيره جدا في الاهرام، وكان معاها 2 من اخر ساعه. وطبعا كنا احنا برضو لما تمشي طريق النجاح لابد تلاقي اعداء النجاح.
كتير. يطلعوا لك عايزين يثبطوك. ويقول له من عازم. وبعدين اللجنه اللي جت وحكمت، واحنا بناخد اول شرق دلتا، راحت لانور يعني للمدير بتاع ماسك المسرح اياميها، وقالت له خلي بالك القصه اللي جايه دي مش هتقدر غير انك انت لازم ترجعها. ده اللي طلع من الكواليس عندنا. وفعلا قد كان بصينا لقيناه عملنا خارج المسابقه. ليه يا عم ما تعرضوش دي؟ طب ليه يا عم عشان ايه؟ فكان قاعد السيد الملاح الله يمسيه بالخير. ده الله يرحمه الله يرحمه المنورجات بتاع كان قاعد هناك مع انور مع المدير بتاع المسرح هناك على مستوى الوزاره. قالوا الله الناس واخده شرق دلتا، انت مش عايز الناس واخده شرق دلتا، اول شرق دلتا، انت مش عايز تطلعهم ليه؟ ايه السبب يعني؟ قام قال له خلاص هم بتوع المنصوره دول هيعرفونا، هات الورقه ده المندوب بتاعنا، هات الورقه اللي معاك. تعرض مسرحيه هديه امي بعد مسرحيه حياه مباشره خارج المسابقه. انا هبطها اللي معايا لا المندوب، انا كنت باعت مندوب رخم بعد ما بعتنا مناديب تانية، خدت عندكم ما جاتش الخالات يمشي. المندوب ده فعلا قدر ان هو ياخد منه التاشيره دي. احنا ركبنا التاشيره دي ازاي؟ قلنا خلاص طالما احنا هنعرض وخلاص مش مهم بقى يطلعنا بره المسابقه جوه المسابقه مش مشكله. المهم ان انت هتبقى جوه. هنعرض. فرحنا وقعدنا ساعه. كان معايا اخويا يسري وكان هو له برضه مكان في المسرح، كان ممثل مع هذا في مسرحيه عرابي مع احمد ماهر. قال لي مجدي، قلت له نعم. قال لي اركب المسرح ساعه ما يجي دورك، اركب المسرح بالمسرحيه بتاعتك ولو كانت حتى خارج المسابقه. ما تعرفش تثبت. اعرض نفسك قدام اللجنه قبل ما اللجنه تسيب المكان وتمشي. وده الصح. رحت اجيب بقى الحاجه سريه الله يمسيها بالخير ويرحمها، اقول لها، قالت انت عايز تنقلني الصعيد؟ خافت على نفسها طبعا. بعدها الساعه 12 بالليل جات لي قالت لي مجدي، قالت لي من الصعيد ده هتلاقي الصعيد او بلاد الواقع بكره تركب المسرح الساعه 8. اقول للمخرج الاستاذ ناجي يركب المسرح الساعه 8 وقد كان. وعملنا كده. وده الانطلاق. يا ربي على النجاح اللي كان مستخبي والله العظيم، وعلى الفرحه اللي كانت مستخبيه، وعلى نبض الجماهير اللي كان موجود. بعد القلق اللي حطه لك والخوف اللي زرعوه جواك، ربنا حب ان هو يخرجك للنور. انصفنا والله، ما ربنا سبحانه وتعالى خلاص. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وقد كان واسرع في الكلام يعني. جات لي منحه البطراوي تسال عليا، دلها محمود سليمان، ده كان ملحن جميل كان معانا برضه كان مشترك معانا في نفس الكاس. قال لها رحنا دي استاذ مجدي كلم اللجنه. انا كلمت اللجنه قامت عماله بتضحك وبتضحك بشكل جميل. فرحانه يعني ان هي انا مش هتنقل للصعيد. كنت قالع جاكيته البدله وراكنها، وكنا جايبين فروع بتاع شجر علشان هتخش في الديكور. فكان في تراب نزل والكاميرات والحر، احنا كنا في اغسطس، عملت طينه مع العرق. فانا فكرتها بتضحك على كده. قالت لي لا 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 انا ما بضحكش على كده. قلت لها وليك حق تضحكي معاها. قالت لي لا انا بس انا بحسبك راجل عجوز كاتب هذه القصه العالميه. اقسم بالله هذا الكلام مننا. كاتب هذه القصه العالميه. ده كان الميلاد الحقيقي بقى ليه؟ طبعا. بس انا ما استغلتوش. ليه؟ اقول لك جت الحاجه سرايا قالت لي بعد كده انت بتعرضي قدام الوزير. فجت الحاجه سرايا قالت لي روح فاروق شوشه قاعد ومش عارف مين قاعد وعنان وتلا، روح سلم عليهم. قلت لها انا اروح القح نفسي اقول لهم يا جماعه انا صعب عليا اقول كده يا حاجه. قالت قلتم لك روح قول لا احنا طلعت ست جدع. بس انا ما عملتش. طب هات ناجي، راحت لناجي اللي هو المخرج يعني. خد مجدي. قال لها انا مش انا حاجه سرايا انا هنروح ندقح نفسنا عليهم. جه يسر اخويا لطم لي قال لي كانت منحه البطراوي، انت ما انتش عايز حاجه؟ لا شكرا. طب بس ايه امر انت ما انتش عارف. فانا بحل الحوار اللي بيني وبين لاخويا يسري
لطم لي قال لي ولسه الحوار طبعا ثابت جواك لحد الان، لان هو كان آه. الانطلاقه او ما الشراره ايه لدفعتك طبعا. للامام. اي نعم اي نعم، هذا كلام سليم. وفعلا لطم لي بقى، قال لي كنت اقول لها يا عم روح يا عم، هي احنا كانت بنجري حاسة. نصور على مع اي حد ونسلم عليه حب ومعرفه. ما هو انا بقى كنت واخدها بقى، الواحد كان لسه بقى في كسوف او احراج الشباب اللي جوه السنه. الورد لسه. يعني المهم بعد كده طبعا عملوا مسرحيه مهرجان، خافوا مننا، اعطونا درع التفوق بعدها، ما رضوش يدخلونا المسابقه من اولها، خايفين لما الصوره ياخد. فهكذا بعد كده بقى انا علشان اكتب مسرح لابد انني اكتب فصحى وعاميه، لان انا لما بعمل استعراضات بعملها اما بالفصحى واما بالعاميه، وتكون متضفره مع درامه المسرح. فهو ده اللي خلاه خالق الموهبه ديت. ويعني النهارده مع قصه نجاح وكفاح، شاعر علم نفسه، وصل بعلمه فعلا انه يبقى خد العالميه، وده درجه من الدرجات اللي احنا كلنا بنحب نصعد ونوصل لها. وده من المنصوره. بنقول ان المنصوره لو اتكلمنا عن مميزاتها وعن شعرائها وعن ادبائها هنقول الكثير، لان هم فعلا اللي ثبتوا ان هم اولاد النيل، اولاد الحضاره. هم فاتن حمامه وعادل امام وكل المشاهير احنا عندنا من المنصوره. بنقول المنصوره في اجمل صوره. انا معايا 13 انتاج هم، لو عايز اعرض منهم وعرض بعد الانتاج المسرحي. ده من ضمن خليكي بس انا حكيت لك جنبي هو بس عامل اهو. عملنا في مسرحيه ذاك ليله. ادي مسرحيه لا خليك من خليك الكتاب. خليك هو طبعا منتج حاجات كتير. ظلمات هنا ظلمات الى النور. الاعمال طبعا جائزة كتيرة الإمام. وعديده. وبنقول ان الانسان اما بينطلق من اول كتاب عنده استعداد يعمل الالوفات. يا عم سيبك من الأفلام، تقولها لواحد تاني عنده 13 انتاج مسرحي غير العاميه من الدواوين اهي. مين من المشاهير اللي قدموا لك اهم عمل ليه؟ مفيش غير التربيه والتعليم، وبعد كده الباقي كانت سكه كلها مش عايز حد ينجح. يعني الناس اللي راكبه العربيه دي ما هو ده عيبنا. تيجي تتقدمي ما انا فلوس يعني في الغيرة بتبقى موجودة في كل الناس. وأما بيلاقوا حد في أقول لك على حاجة. المظهر انا هنا قدمت شغل عشان يتعمل، مسرحيه عشان تتعمل. اول محطه بروح بقى من حضرتك على فكرة ومع ذلك عملت ايه بقى؟ ده كلها احنا هنقول حاجة للجمهور دلوقتي. على فكرة هو عنده مسرحيات كتير. لو حد شايف مخرج مسرحي في المنصورة إن فعلا يقدم العمل بتاعه هو هيقدمه ببلاش، صح؟ طبعا متطوع، مش حد هيقدر متطوع هياخد العمل وهيقدمه لطلبة مدارس أو فنانين المنصورة. احنا بنقول إن هي دي حاجة جميلة أما تبقى عندك القصة اللي هتقدم بها عمل مسرحي جميل يليق بأهل المنصورة ويليق بالدنيا اللي احنا فيها. نقول له تقدم الشاعر. طب قول لي رقم حضرتك كده عشان لو حد حاضر.